معنا الأستاذ عبد الحميد عميرة. لو تعطينا بسطة على مشكل الإثارة متاع النجم من البداية متاعها إلى صدور القرار يوم أمس. بالنسبة للإثارة اللي تقدم بها النجم الرياضي الساحلي ضد مشاركة اللاعب إبراهيم ندونك في المقابلة اللي جمعت نادي الرياضي الصفاقسي بالنجم الرياضي الساحلي يوم 29 ديسمبر، تقوم أساسا على أنه النجم الرياضي الساحلي يعتبر أنه المقابلة اللي جمعت النادي الرياضي الصفاقسي بالنجم الساحلي يوم 11 أوت في نهائي كأس تونس، يعتبر أنه المقابلة هي انطلاق الموسم الرياضي 2013-2014. ودونك وقتها أخذ في المقابلة انذار. الانذار يعتبره النجم الرياضي الساحلي أول انذار تحصل عليه لاعب دونك، وبما أنه تحصل على انذار آخر في مقابلة الترجي الرياضي التونسي وانذار ثالث في مقابلة نادي الرياضي البنزرتي، يعتبر النجم الرياضي الساحلي وأنه دونك ما عادش عنده الحق في المشاركة في المقابلة اللي جمعت نادي الرياضي الصفاقسي بالنجم الرياضي الساحلي اللي لعبناه في المنزه وانتصر نادي الرياضي الصفاقسي 1-0. احنا عنا رؤية أخرى للموضوع، باعتبار أنه الموسم الرياضي ما ينجمش يكون ينطلق بمقابلة تاع كأس، وبالتالي المقابلة ما تنجمش تكون هي منطلق الموسم الرياضي 2013-2014، وأنه المقابلة اللي جمعت النادي الرياضي الصفاقسي بالنادي الأفريقي هي أول مقابلة في الموسم الرياضي 2013-2014، وبالتالي دونك وقت اللي عنده زوز انذارات في الثلاثة انذارات في الموسم المنقضي، بما في ذلك الانذار اللي تحصل عليه في مقابلة الكأس اللي دارت يوم 11 أوت، واحنا كنا رتحنا دونك في مقابلة النادي الأفريقي، وبالتالي قد قضى العقوبة ونظف الانذارات اللي عنده، وبالتالي معناتها الانذار اللي تحصل عليه في مقابلة النادي الرياضي البنزرتي هو الانذار الثاني، وهو ما يخول له المشاركة في مقابلة النجم الرياضي الساحلي. هذا الإطار متاع الإثارة اللي قام بها النجم الرياضي الساحلي. هي وجهة نظر النادي الرياضي الصفاقسي، هي وجهة نظر النادي الرياضي الصفاقسي، راهو ما هوش هي وجهة نظر ما هيش معزولة، هي تقوم على عدة وثائق، والوثائق هذه سواء صادرة عن الجامعة التونسية لكرة القدم أو عن الرابطة. احنا كنا أدلينا بالعديد من المؤيدات التي تفيد أنه راهو المقابلة النادي الأفريقي هي مقابلة انطلاق الموسم، بما في ذلك المراسلات اللي جاتنا عن الرابطة تأكدوا أنه مقابلة النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الأفريقي هي مقابلة افتتاح الموسم. افتتاح الموسم يتطلب العديد من الإجراءات، منها رفع العلم، منها النشيد الرسمي، وهذوما حوايج جاتنا فيهم مراسلة باش قمنا باحترامهم نهار إجراءات المقابلة، باعتبارنا احنا الفريق اللي ضيفنا النادي الأفريقي، وقمنا بالإجراءات هذوما باعتبار الإجراءات هذوما يتموا كان في أول مقابلة لافتتاح الموسم. ما قمناش بالإجراءات هذوما في المقابلة متاع اللي جمعت النادي الرياضي الصفاقسي اللي جمع النادي الرياضي الصفاقسي بالنجم الرياضي الساحلي في نهائي 11 أوت 2013. الكأس هكايا اللي لعبناه يوم 11 أوت راهو كأس 11 موسم 2011 و2012. معناتها هل يعقل وأنه كأس 2011-2012 يتلعب في موسم رياضي 2013-2014، خاصة أنه الجامعة التونسية لكرة القدم في 12 جوان 2013 بعثت لنا مراسلة وقتها تطرح إشكال، فما جمعيات ما يحبوش يواصلوا الكأس هذه 2011-2012، وفما جمعيات متمسكة بالكأس هذه منها من النادي الرياضي الصفاقسي. بعثت لنا الجامعة التونسية لكرة القدم مراسلة تقول اسكو عندكم نية في تواصل هذا الكأس باش تلعبوه ولا تتخلاوا عليه، وتجينا في آخر فقرة من المراسلة هذه تقولنا وراه نذكروكم وأنه يتعذر علينا إجراء الكأس هذه في الموسم الرياضي 2013-2014. اليوم يولي الكأس هكايا 2011-2012 هو انطلاق الموسم الرياضي 2013-2014. هذا ضد المراسلات، ضد المحضر الجلسة اللي عملته الجامعة في حد ذاتها عدد 22 بتاريخ 15 جويلية 2013 اللي يقول وأنه تقرر انطلاق الموسم الرياضي والبطولة الوطنية للرابطة المحترفة الأولى يوم 17 و18 أوت 2013. إذن الوثائق هذوما
هما اللي يحددوا انطلاق الموسم، هما اللي يحددوا. اما نتعداو للتصويت ولا نتعداو للاقتراع، هذه معناتها ما اعتقد انه كي تبدا الامور واضحه على مستوى المراسلات وعلى المستوى القوانين، اعتقد انه ما عادش فما مجال لا للتصويت ولا للقرعه ولا الحوايج من النوع هذا. أنا إذا المكتب الجامعي ولا الجامعة التونسية لكرة القدم تبعث لي مراسلة تقول لي الموسم، نعتمد الوثائق هكوما، لأنه أنا بالنسبة لي المجلس التأسيسي الرياضي هو المكتب الجامعي والجامعة التونسية لكرة القدم. معناتها أنا حسبت المقابلة متاعنا أنه ندونغ يرتاح مقابلة النادي الإفريقي بناء على المراسلات اللي جاتنا من عند الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. بطبيعة الحال معناتها القرار اللي صدر أمس أنا نعتبره قرار شاذ مجانب للصواب، ما هوش في طريقه، لأني أنا عشت الإثارة هذه، أكثر واحد عاش الإثارة هذه، وكنت من حرر العديد من التقارير ورفعت فيها في جلسة يوم الجمعة الفارط. وكل ما لاحظت وهذا يؤسف له، وأنه العديد من أعضاء الرابطة داخلين معناتها لمبدأ التصويت على شنو، البعض منهم يعرفش على شنو داخل يصوت، شنو محتوى الملف في حد ذاته. أغلب الأعضاء ما يعرفش حتى شنو محتوى الملف. يبدو أنه مش يبدو، أنا نعتبره ثابت، وأنه وقع الاتصالات ببعض الأعضاء بصفة شخصية من أطراف مش لازم نذكروها للتأثير على بعض الأعضاء. ونعتقد أنه هذا القرار كان تحت تأثير بعض أطراف جانبية ولتلبية لترضية النجم الرياضي الساحلي ليس إلا. بعد النادي الصفاقسي عن الطليعة كذلك، ويمكن من هنا نعرفوا المستفيدين شكون اللي يكونوا مش نسميوا بالأسامي اللي هم الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، والأعضاء متاعهم يمكن هم اللي يصوتوا ضد القرار. شوف تقريبا بإجماع العباد اللي تفهم في الرياضة، سواء جماهير ولا ممرنين ولا لاعبين ولا جمعيات، بإجماع كافة الأطراف هذوما السنة عمناولوا سنة النادي الرياضي الصفاقسي أقوى جمعية في تونس. معناتها النادي الرياضي الصفاقسي قال الإيروبير متاعه وقعد على السكة. معناتها النادي الرياضي الصفاقسي من يجي يزاحموا حتى فريق، والنادي الرياضي الصفاقسي من سوق حظه السنة وأنه ما لعبش في ملعب متاعه في الطيب المهيري. لو كان عنده سند المعنوي متاعه اللي هو الجماهير، ما كان يجم يخسر النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا حتى مقابلة. النادي الرياضي الصفاقسي هو القادر على مزاحمة جميع الفرق اللي تلعب على اللقب هذا. أنا نقول أنه الترجي الرياضي التونسي صحيح عنده مصلحة في القرار اللي وقع اتخاذه أمس، لكن ما نجمش نجزموا أنه الترجي الرياضي التونسي هو من وراء الأعضاء اللي صوتت البارح الفايت النجم الرياضي الساحلي. والأيام بيننا قد تظهر في يوم ما الحقيقة. شكرا وبارك الله فيك.